مشاكله هي مشاكل المصريين كلها، سواء حالة اقتصادية أو حالة صحية أو حالة تعليمية. لكن المشكلة إن مع الإعاقة بتزيد مشاكل كتير إضافية، فبتحمل كاهل الأسر وكاهل أولياء الأمور وكاهل القائمين برعاية المعاق أكتر وأكتر، زي الرعاية الصحية. وهنقرب ليه يعني ونبعد ليه؟ أقل حاجة وأقل مثال لازم يكون لهم أماكن للترفيه مجانية، لكن للأسف دوت مش متحقق. ودوت بص كده فرحة الولاد حواليكي، فرحة بالبسين وفرحة بجنينة الحيوانات وفرحة بكل حاجة. ليه ما يبقاش ليهم أماكن مخصصة ليهم؟ ومش معنى أماكن مخصصة ليهم إن يبقوا معزولين عن المجتمع، لا، إحنا بننادي بالدمج. لا، من حقهم يخشوا أي مكان، يخشوا أي نادي. لازم الثقافة المجتمعية تزيد بحاجة زي كده. لازم أولياء الأمور اللي أولادهم أسوياء لما يشوفوا المعاقين ما يقولوش لا أو يخافوا على أولادهم من العدوى. الإعاقة مش حاجة معدية. لازم المسؤولين ومسؤولين النوادي يعرفوا إن الولاد دول من حقهم إن يخشوا مجاني، مش ان احنا ندفع لهم رسوم دخول ورسوم حديقه ورسوم حمام سباحه. كل دوت طبعا صعب على الاسر، صعب على الولاد، صعب على القائمين برعايتهم. يا ريت الواقع كله يتغير. احنا زي ما بنأمل ان واقع مصر وحالتها الاقتصاديه تتغير، نأمل ان واقع المعاق في مصر يتغير، يبقى في رعايه صحيه، يبقى في رعايه اجتماعيه، يبقى ليهم ترفيه، يبقى ليهم تعليم، نطبق سياسه الدمج صح. احنا بنقول الدمج، لكن للاسف لغايه دلوقتي احنا لم نرى دمج بالطريقه الصح. طب بالنسبه للمدارس يا دكتوره، ليه في مصر ما فيش مدارس بتطبق الدمج بشكل صحيح؟ يعني في حالات ما بتحتاجش انها تروح مدارس تربيه فكريه، بتحتاج انها تندمج مع اللي هم طلاب التعليم العام. الدمج مساله مش سهله، مشروع انا معتبراه من المشاريع القوميه، لكن عايز دراسه وعايز بحث وعايز طرق وعايز امكانيات عشان يطبق بالطريقه الصحيحه. مش معنى دمج ان انا اخد حبه ولاد عندهم ذوي اعاقه او ان انا احطهم مع الولاد العاديين او في الانشطه او اقعدهم معاهم في اخر الفصل او اخليهم يبصوا عليهم كده، ده يبقى دمج. الدمج لازم يكون ليه مخطط مدروس. لازم الولاد دول يبقى داخل الدمج لكن ليهم مدرسين ومشرفين وشادوا قاعدين معاهم عشان يدخلوهم سنة او يدمجوهم سنة مع الولاد. لازم يعني انا عشان اقول دمج يبقى لازم اعمل له خطة صح واعمل له ميزانية صح واعمل لهم وسائل تعليمية في قلب المدرسة المدمج فيها الولاد دول وتتطبق. للاسف غرف مصادر كتير مقفولة، كلا لما بيجوا بس يفتشوا عليها في الجرد او في التفتيش. امكانيات كتير لا اما مش موجوده احنا محتاجينها، لا اما موجوده ومش مستغله. فنأمل ان زي يعني كده الواقع يتحسن باستمرار وربنا معاهم. طب حضرتك شايفه ان في اهتمام من الدوله فعلي بالمعاقين؟ والله يعني بلاش ان احنا يعني ندور على اللي فات او نقلب في الماضي، بس احنا نتمنى ان اللي جاي يبقى احسن. احنا طبعا لغايه دلوقتي لم نرى اي حاجه على ارض الواقع، نتمنى ان اللي جاي والواقع والمستقبل للولاد دول وذويهم والقائمين على الرعايه تكون افضل بكتير جدا. طب هل في مراكز متخصصه حكوميه او تابعه لوزاره الصحه في مصر لذوي هنقول لي ذوي الصحه هي وزاره الصحه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ وزاره الصحه ووزاره الشؤون الاجتماعيه الاثنين مشتركه كمسؤوليه او كاشتراك موزعه المفروض بين وزارات كتير. لكن للاسف لغايه دلوقتي لم تكن يعني ما فيش مراكز متخصصه انها تستوعب الاعداد وتوفر ليهم كل الاحتياجات اللي هم عايزينها وكل الامكانيات التعليميه والصحيه والتاهيليه والترفيهيه. كل دوت عندنا نقص شديد ليه. وبعدين احنا المفروض احنا بننادي اولا بالتدخل المبكر، تاني حاجه بالتدخل في المرحله المبكره للاعاقه. دي هتجلي لنا حاجات كتير جدا لما الولاد دول يكبروا يبقوا في سن الرشد او سن الشباب، هتلاقي دوت يعني ايه بيتراكم حجمه اعلى. لكن لو التدخل من السن الصغير دوت كتاهيل وتعليم ورعايه وتعديل سلوك ده هيكون افضل بكتير جدا. معظم الولاد اللي بيحتاجوا علاج غالي جدا، يمكن لو قدر ان يوصل لهم العلاج الصح حالتهم هتتحسن، الكهرباء هتقل عندهم، تصرفاتهم هيبقى احسن، وعيهم، سلوكهم هيتعدل. يعني احنا مش عايزين نقول زي ما كنا دايما نقول اولاد الشوارع قنبله موقوته، اولاد الشوارع وبعدين انفجرت في وشنا. مش عايزين احنا دلوقتي نقول الاعاقه قنبله موقوته وهتنفجر برضه في وش المجتمع. حضرتك نسبه الاعاقه قد ايه في مصر؟ والله هو من لغايه دلوقتي ما فيش احصاء معتمد نقول النسبه. ناس كتير بتقول ما بين ال10%
من سكان مصر وال 12%. المنظمات العالمية طبعا بتقول نسب كتيرة يمكن مبالغ فيها، لكن للأسف احنا بقى في مصر العكس، يقول لا ده النسبة 2%، النسبة 3%، كانت مسؤولة بده غلط. إحصائية للمركز القومي للأمم والطفولة كان قال إن هي 1.2 مليون طفل. لا طبعا ده النسبة دلوقتي أكتر بكتير بكتير، واحنا لو طبقنا عينة عشوائية أو خدنا مدن أو محافظات عشوائية هنكتشف إن النسبة أكتر من كده بكتير. واحنا طبعا كمنطقة شبرا الخيمة منطقة مشهورة بالتلوث نتيجة للمصانع والمسابك والتلوث اللي احنا فيه، عندنا نسبة الإعاقة كتيرة جدا. يعني حضرتك شايفة إن أنواع الإعاقة إيه بيكون سببها؟ لا هي ليها أسباب كتيرة جدا، أسباب من قبل الحمل وأثناء أسباب أثناء الحمل وأثناء الولادة وبعد الولادة، أسباب كتير بترجع للإهمال، أسباب كتير بترجع لقلة الحضانات، وللأسف يعني حتى الحضانات يعني بتجيب إعاقات، يعني كتير جدا من الولاد حضرتك شفتي وراكي كده في ولد وبنت سبب إعاقتهم البصرية وجودهم في الحضانة. فللأسف يعني الحضانات لوحدها عايزة دراسة وعايزة دراسة جدوى وعايزة ميزانية، يعني ودي احنا بننادي بيها من زمان، أرجو الحضانات، لازم الحضانات تبقى في المستشفيات بالمجان، المستشفيات العامة، ويبقى في رقابة عليها مستمرة. حضانة اليوم ب1000 جنيه؟ لازم تبقى بالمجان، لأن للأسف دلوقتي مع التلوث ومع الهرمونات الزايدة ومع حتى الشبكات الكهرومغناطيسية اللي منتشرة حوالينا في كل حتة، لازم يكون في الحضانات متوفرة بالمجان، وحضانات على أعلى مستوى وعليها رقابة عليها رعاية، ويكون في أجهزة حديثة فيها رحمة بالأطفال يعني وكثرة نسبة الإعاقة رحمة بالأسر. يعني احنا عايزين بس نقول رحمة بالناس ورحمة اللي مش متخيل الحكاية أو بعيدة عن ذهنه يجي يقضي مع الولاد دول يوم واثنين ويشوف الدنيا فيها ايه. طب حضرتك هل ده اللي خلاكي تفكري انك تعملي مركز خاص؟ انك مش شايفه ان فيه اهتمام من الدوله؟ لا هو احنا ما نقولهاش كده، بس احنا نقول ان كل واحد لازم يكون له مساهمة، كل اللي يقدر يعمل حاجة يكون له مساهمة يقدر يعملها. احنا لما فكرنا ان احنا نعمل مؤسسة او المركز ده لان احنا نفسنا عانينا من الإعاقة مع اولادنا فنحاول نقدر نعمل اللي احنا نقدر عليه.